طيب البروبلم سولفنج دي مهمة ليه؟ وليه مهمة أصلا؟ البروبلم سولفنج دي المفروض إن أنت مهارة هتكتسبها مع الوقت، ودي أساسياتك كمبرمج. يعني أنت كمبرمج هتتأسس لسه، محتاج إن أنت تنمي المهارة دي عندك، لأن مهارة مهمة جدا، وكل اللي هيجي بعد كده هيترتب على البروبلم سولفنج، لأن كل الحاجات، الشغل والتخصصات والحاجات دي كلها قايمة على إن بروبلم وإحنا بنحلها. الدنيا دي كلها قايمة على إن الدنيا دي كلها مشاكل، وانت صفتك بروبلم سولفر بتبدا ان انت تحل المشاكل دي وانت مش واخد بالك ان دي مشاكل. فالفكره كلها ان احنا عايشين في مشاكل، واحنا بنبدا نحل المشاكل دي كلها. وليه البروبلم سولفنج دي مهمه، او ليه اصلا اهميتها وان هي هتفيدك في ايه؟ انا كنت عملت فيديو بالتفصيل بيتكلم عنها، هسيبها لك في الاي اللي هنا او اللي هنا او اللي هنا او في الديسكريبشن او في اول كومنت او في اول كومنت. ما هو الهدف من تعلم البروبلم سولفنج؟ طيب دلوقتي انا عشان اتعلم اي حاجه، او لسه داخل على اي حاجه بتعلمها، فانا هسال نفسي سؤال واحد: انا ليه عايز اتعلم كذا؟ انا ليه عايز اتعلم مهاره البروبلم سولفنج؟ او انا عمال اكرر لك كلمه مهاره عشان تدخل في دماغك، عشان لو انت مش داخل ان دي مهاره فهي مهاره. انا ليه عايز اتعلم بروبلم سولفنج؟ اول حاجه ان انت بيكون عندك هدف، هدفك ان انت تقوي نفسك في لغه معينه من لغات الاساسيات، او ان انت تبقى متسابق وتبقى كومباتيتيف بروجرامر، تدخل مسابقات زي الاي سي بي سي. فده هدف، والاولاني ده هدف. في هدف تالت ان انت مثلا متارجت شركات زي الفانج. ايه هي شركات الفانج دي اصلا؟ امازون، فيسبوك، ابل، نتفليكس، جوجل، مايكروسوفت، ادوبي، اوبر او تسلا او نيفيديا.